ده مكان تاني بجوار الألعاب، الملاعب الصغيرة في خلفيته، في ملاعب أطفال وفي مطاعم متنقلة خفيفة. طبعا المنتزه في الأيام العادية غير أيام الأجازات بيبقى رايق جدا يعني. في أيام الأجازات هو اللي بيبقى مزدحم، كل الناس جاية تقضي اليومين أو التلاتة بتوع الأجازة. ملاعب أطفال والحاجات دي كلها هي جميلة جدا مجانا. حاجة دي. أجي صندوق، حتى لما يكون في صندوق فيه مخلفات أو حاجة بيحطوا حوالين منه حواجز. هنا هما بيعملوا حاجات تجهيزات، بيجهزوا ملاعب أو حاجات جنب الحمامات، فطبعا يجي يرموا مخلفات حوالين منها حواجز عشان محدش يتبهدل عندها أو تقع مع حاجة على طفل وهو بيلعب أو على شخص ممار، رغم إن هو صندوق صغير يعني. طبعا الشعب كله رياضي، راجل فوق الستين اهو عمال يلف التراك. ربنا يديك الصحة يا حاج. وادي ملاعب السلة وعمال الصيانة شغالين فيها، والكرة الخماسي بيعملوا الشبك عشان الشبك بيتغير كل شوية طبعا. يعني اختك اهي شايله اختها الصغيره وعامله ان هي مسؤوله، شخص مسؤول، وانت مش عايز تبقى شخص مسؤول ابدا. ليه؟ كلب حقير، حيوان. ليه؟ اه ها البط. ايوه بقى احنا شفنا الملعب ده. ده مكان حمامات تاني جنب الملاعب، حمامات عامه رجالي وحريمي. العجل بيتأجر عادي، في ناس ده بيزنس بالنسبة لهم يعني، ناس مأجرة ودافعة للمنتزه للدولة جزء وبتأجر، جايبة حاجات تأجرها، فالعجل ده بيأجر زي العوامل اللي قدام. لا عمال النظافة أساسا موجودين 24 ساعة، أنت شفت الحمامات عاملة إزاي يعني. وادي عربات أطفال دي موجودة مجانا على فكرة، لو حد معاه رد عايز يمشي بيهم. دي ملهاش دعوة بالعجل، ما احنا معانا عربة أطفال. لا خلاص بقى كده، يبقى أنت يعني بتستغل المكان. معاك عربية خلاص، دي معمولة عشان حد يجي ومعهوش عربية، أنت معاك عربية أطفال، فعايز إيه تاني؟ يشع المصريين ده مش عايزينه. دي كده يا جماعة أماكن تغيير البامبرز للأطفال الرضع. طبعا في مكان يناموا عليه بمرتبة سفنج. مرتبة سفنج اهي عشان تنيم الطفلة. وادي الأحواض، هات وراك المناديل اهي، والحوض الصغير والشاور. دي دورة مياه الأطفال الرضع اللي بيغيروا بامبرز في الحديقة العامة. كنا نتمنى نكون مستوى السيرفيس فيها أعلى من كده، فيها خدمات أعلى من كده. يعني هما مش حاطين بامبرز مجانا ولا حاطين برفيوم ولا كريم مرطب. يعني هو الكريم مرطب بيوزعوه مجانا للأطفال، بس مش عارف ليه مش حاطين كريم مرطب في الحمامات يعني. نحاول نقدم شكوى بالكلام ده عشان كده في تقصير.